المشهد الأول. لحظة مكان الحزن، واقف بيضحك من البداية، والناس بتجري ورا السعادة من السعادة. كانت هي واخدة ميعاد مع صدفة هتغير حياتها، وهو بيوقع روايته المعجبين. الصدفة مهدت اللقا الأول، وكأنه أول سطر في روايته الجديدة وغريبة. على أسر الخطاوي حس المسافة بعيدة، من غير ما يتقابلوا مرة مرتين، وفي مرة شافها كان قلبها حاضن كتاب، وإيديها بتحاوط بشدة على الاتنين. وأخيرا اتجرأ وكلمها بلسانه مش بعينيه ساعة غروب، بس الغروب أول لقا مش مستحب. كلمها عن نفسه والبحر والروايات، كلمته عن ألمه والبحر والروايات وعنها. كانت جرأة منه وكان خجل منها، كأنه زي الموت من غير ميعاد يحضر. تتقابل الأرواح في ملكوته زي الكمانجة، أما يقسمها بيانو حزنها والجنون. المشهد التاني. على قد وسع الصدر لأعاد القلوب، ممكن بلد ما تسعش قلبين في المحبة تعشموا، متكتفين بسلاسل الواقع وضلمة القدر اللي بتصعب خطاهم للوصول. يا على القدر أول ما بيقول كلمته، طب بعده مين ممكن يقول؟ يا على القدر أول ما بيقول كلمته، طب بعده مين ممكن يقول؟ المشهد التالت. ليه بعد غيبة بيكون اللقا بالشكل ده؟ بدل اسطوانات الأغاني تبقى اسطوانات أكسجين، وبدال ما يبقى ورد أبيض يبقى شاش، وبدال ما تسمع اسمها كدليل على اللهفة تسمعه باكية في غرفة الإنعاش. المشهد الرابع. عدت سنين والحزن لم عدى، في طفلة كبرت معاها وهي مش عارفة إنها أول حبيبة وإنها آخر رواية، والحب ممكن ينتهي من غير نهاية. وأول ما حكت القصة ليها اتذكرت أول لقا وهو بيوقع روايته المعجبين، والناس بتجري ورا السعادة من السعادة. الحزن كان واقف بيضحك من البداية.